أصحابي صباح الخير عليكم. حلقة جديدة من حلقات شقوتنا شقوة شطار. يوم جديد، أصحاب جداد، فقرات ممتعة جدا. كل اللي انتوا طلبتوه مننا هيكون معانا النهاردة هيكون معانا فقرات جميلة جدا. تابعونا النهاردة وشقوتنا شقوة شطار. اصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقره الهاند كرافت، والنهارده في الهاند كرافت هنعمل مع بعض حاجه جميله جدا، وكمان حاجه مش بس لينا، ممكن تكون هديه لكل اصحابنا، هديه لكل الناس اللي احنا بنحبهم في كل مكان. معايا اصحابي الجمال اللي متعودين يشتغلوا بايديهم، هم هيقولوا لنا اكيد ازاي هنعمل اللي احنا بنعمله النهارده، وهيساعدونا اكيد عشان نوصل لاننا نخلص الكارد بتاعنا. الكارد اللي معانا دوت هو ده النهارده اللي هنشتغله بايدينا، وده اللي احنا نعمله. وكل الحاجات المستخدمه فيه حاجات كلها سهله بسيطه، موجوده اغلبها عندنا في البيت. خلينا الاول نتعرف على اصحابنا اللي معانا. اسمك ايه؟ عامر. انت اسمك ايه؟ أسمع. عامر واسماء اصحابي اللي معايا النهارده هم اللي هيساعدوني اننا نعمل الكارد بتاعنا. الكارد بتاعنا ده في حاجات كتير قوي من جوه، لازم نعرف كل حاجه عباره عن ايه. دلوقتي احنا قافلينه زي ما انتم شايفين كده، وكاننا عاملينه كهديه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه خيط كتان. خيط الكتان ده ممكن نسال بابا وماما عليه، ممكن نلاقي منه بكره عندنا في البيت. لو ما لقيناهوش عندنا في البيت هنلاقيه في المكتبه بمنتهى السهوله. بعد ما نفك الخيط اهو، احنا بقى هنبص نشوف ايه الحاجات المستخدمه في الكارد بتاعنا. الكارد بتاعنا نفسه هو ده الوش بتاعه والظهر بتاعه. دول من ايه؟ دول من ورق مقوى. ورق المقوى ده بيكون موجود في المكتبه. جايز جدا ان احنا نكون اشتغلنا بايدينا قبل كده، عملنا حاجات كتير. لو اشتغلنا بايدينا وعملنا حاجات بايدينا قبل كده، هيكون باقي عندنا من الورق المقوى ده. بالتالي احنا هنجيب ورق مقوى حتة. ايه رأيك يا عامر؟ عجبك؟ ارفع راسك معانا كده. ايوه كده، برافو عليك، عشان نوري اصحابنا كلهم. احنا هنجيب قطعة ورق مقوى زي ما احنا شايفين كده. الورقة العرض بتاعها ده والطول بتاعها ده نقدر نقول عليها انها مستطيله. يعني مش هنقدر نقول انها مربعه، لانها لو اتعملت مربعه هتبقى شكلها ضيقه قوي او صغيره قوي، لكن لو مستطيله هتبقى شكلها حلو كده. وبعدين هنقسمها بالنص بالظبط. بعد ما هنقسمها بالنص هيبقى عندنا جزء بره وجزء جوه. الجزء اللي بره ده هنبدا ان احنا نفرغ فيه شكل القلب. هنرسم القلب، وممكن يكون عندنا اي حاجة ممكن تدينا شكل القلب. هنبدأ ان احنا نحطها ونحدد، وبعدين نقصها عشان تكون مفرغة بالشكل ده. بعد ما فرغنا شكل القلب اللي احنا شايفينه ده، بقى عندنا قلب بيبين الحاجة اللي جوه. نستخدم برضو ورق مقوى تاني بس بلون مختلف، يكون لون فاتح، ونبدأ ان احنا نلزقه في الجزء اللي جوه بتاع الكارد، عشان ده اللي هنكتب عليه، وده في نفس الوقت اللي هيبقى باين كتابته من بره من القلب اللي احنا عملناه. تمام كده، احنا بقى عندنا شكل الكارد جاهز. طب الحاجات اللي بره دي، الحاجات دي عبارة عن ايه؟ ده برضو معمول من ورق المقوى. الفراشات دي ممكن الفراشات دي نلاقيها جاهزة، ممكن نعملها بايدينا. الورق المقوى اللي عندنا نرسم عليه شكل الفراشة، وبالمقص البلاستيك نبدأ ان احنا نقص الفراشة بتاعتنا وتبقى جاهزة. هنقسمها بالنص عشان نبينها كأنها طايرة، وبعدين هنثبتها على الكارد من بره. طيب عملنا برضو شكل جميل جدا بالستان زي ما احنا شايفين. الستان ممكن نلاقي عندنا في البيت ستان، نستأذن من ماما، ممكن نلاقي عندنا بكر ستان هنستخدمه ونعمل شريطة ستان كده من تحت، لون او لونين، وممكن نعمل فيونكة زي ما احنا شايفين. وممكن برضو الستان نبدأ ان احنا نستخدمه مكان الخيط الكتان ده. لو مش عندنا الخيط الكتان ومش عارفين نشتريه ومش لاقيينه، احنا ممكن ناخد الستان الرفيع ونبدأ ان احنا نثبته كده، ونبدأ ان احنا نربط ونعمل الشكل اللي بره ده من الستان كمان. بعد ما هنخلص هنبدأ ان احنا نكتب.
جايز جدا نكتب زي ما احنا كاتبين كده جوه. احنا كاتبين I love mom، ممكن نكتب I love dad، ممكن نكتب اسامينا، ممكن نكتب اسامي حد من اصحابنا، ممكن نكتب اسامي جدو تيتا اي حد احنا بنحبه، وبعدين نبدا ان احنا نديهوله هديه. ممكن تبقى حاجه لينا ونحتفظ بيها او نديها لحد اكيد هيكون مبسوط منها كتير. خلينا نبتدي مع بعض نشوف ازاي اصحابي اللي معايا عامر واسماء هيعملوا كل واحد الكارد بتاعه وازاي هيطلع في الاخر شكله جميل. يلا يا عامر، احنا دلوقتي بقى عامر هنكتب اسم حد جوه الكارد دوت، نكتب اسامينا او اسامي حد احنا بنحبهم. عايز تكتب اسم مين؟ مين الاسم؟ أسماء. اسماء؟ هتدي الكارد ده لاسماء؟ اوكي، نكتب مثلا اسماء. نربع على اسماء نعمل الكارد بتاعها، هيبقى كارد جميل، ونشوف كمان هي عايزه تكتب اسم مين جوه. دلوقتي احنا هنكتب بقى يا اسماء، نكتب اسم هنا جوه. لو احنا ندي الكارد ده لمين؟ ليا. لا ده هديه، احنا بنديه لحد مش بتاعنا، احنا بنديه لحد. مين انت عايزه تدي ده لمين؟ لتاتا. لتاتا. ممكن نعمل كده. ممكن بقى نلزق على الكارد بتاعنا من بره كمان قلب كده غير الفراشات، ونخليه فاضي من غير ما نلونه عشان نكتب عليه اسمنا، عشان لما نديه هديه لحد يبقى عارف مين اللي اداله الهديه دي، يبقى عارف بالاسم ان دي انا اللي اديته الهديه. زي كده عامر كتب ايه؟ اسماء، يبقى احنا هنكتب اسم عامر بره. ده اسمك يا عامر صح؟ وانتي يا اسماء نكتب اسمك. كده خلصنا الكارد بتاعنا. بصوا الكارد الجميل بتاع اسماء. اسماء عملت الكارد دوت وكتبت اسمها اهو بره، وبعدين هتديه هديه لجدتها عشان تقول لها انا عملت لك ده بايدي. هي اللي قالت هتديه لها. امسكي يا اسماء يلا في ايدك عشان توريه لاصحابنا ويعرفوا انت عملتي ايه. وعامر كمان، عامر عمل كارد جميل جدا، كتب اسمه عليه من بره وعرفنا ان ده بتاعه، وكمان كتب من جوه عليه اسم اسماء صاحبته، هيديها لها ويقول لها ان هو عمل الكارد دوت عشان يديهولها هديه.
خلصنا الكارت، شكله جميل قوي، حاجات كلها بسيطة، كلها عندنا في البيت نقدر ان احنا نعملها، وكمان نعمله بايدينا ونديه هدايا لاصحابنا. اكيد هيكونوا مبسوطين جدا، اصحابنا او بابا وماما اي حد احنا بنحبه هيحس ان احنا اللي عاملين الحاجة دي بايدينا، اكيد هتكون عنده احسن بكتير ما نشتريها جاهزة من بره. خلصنا كده مع بعض الكارد، وخلصنا فقرتنا، فقرة الهاند كرافت. خليكم معانا نروح لفقرة تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطة. اصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقره الكوكينج، والنهارده في الكوكينج هنعمل المكرونه اللي كلنا بنحبها لكن بطريقه جديده، هنحبها اكيد وهنجربها بعد ما نخلص على طول فقرتنا. خلينا الاول نتعرف على اصحابنا اللي معانا دلوقتي. اسمك ايه؟ أنس. انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. قولي انس. انت بتحب المكرونه؟ انت بتطلب ماما ان هي تعمل لك المكرونه بايه؟ يعني الصوص بتاعها بيبقى ايه؟ تعملها لك كده، تعملها لك زي ما هي، ولا ممكن تحط عليها صوص طماطم مثلا؟ تحبها كده زي ما هي؟ طيب جميل، يعني احنا النهارده هنعمل لأنس الحاجه اللي بيحبها. وانت يا بودي، انت بتحب المكرونه صح؟ انت بتقول لماما انا عايز اكل مكرونه لازم تعملي لي. طيب اوكي، احنا هنعمل لك النهارده المكرونه اللي انت بتحبها. اصحابي كتير منكم بتقولوا لي احنا مش بنحب ناكل اللحمه او الفراخ، مش بنحب ناكل بروتينات، وده طبعا غلط جدا. بروتين وجبه اساسيه، لازم ناكل البروتين كل يوم، لان البروتين هو اللي بيقوي جسمنا، هو اللي بيخلي عظمنا قوي جدا، بيبني الجسم، فلازم كل يوم لازم ندخل بروتين في جسمنا، حتى لو بكميه قليله بس لازم يدخل البروتين جسمنا. طيب نعمل ايه لو احنا عندنا الفراخ زي ما هي نمسكها وناكلها زي ما هي؟ نعمل حاجه بسيطه جدا، نجيب طبق ونبدا ان احنا نقطع الفراخ قطع صغيره خالص خالص خالص، زي ما احنا شايفين كده، زي ما عملنا لاصحابنا النهارده، قطعنا لهم الفراخ قطع صغيره جدا عشان نبدا نستخدمها. طيب احنا ممكن ناكل مكرونه وناكل جنبيها الفراخ وناكل جنبيها سلطه، احنا بقى قررنا نعمل كل ده مع بعض. جبنا المكرونه وطلبنا من ماما ان هي تسلقها لنا، سلقتها وبقت جاهزه ان هي تتاكل وحطيناها. وبعدين جبنا الفراخ بعد ما اتسلقت، طلعنا الفراخ وقطعناها قطع صغيره جدا وبقت جاهزه عندنا. وكمان طلبنا من ماما ان هي تجيب لنا فلفل الوان، جابت لنا الفلفل الالوان الاحمر والاصفر والاخضر وقطعته قطع صغيره وبقى جاهز عندنا. هنحط المكرونه على الفراخ على كل انواع الفلفل دي ونقلبها مع بعض، شكلها هيبقى رائع وتحفه. تعالوا نجربها مع انس ومع بودي ونشوف في الاخر هيبقى شكلها ازاي. اصحابي احنا كده خلصنا خلاص الاطباق بتاعت صحابنا. جينا مع انس حطينا المكرونه، حطينا عليها شويه فراخ، حطينا بعد كده فلفل احمر فلفل اصفر فلفل اخضر، وبعدين قلبناهم مع بعض وبقوا جاهزين خلاص ان انس ياكلهم. مع بودي بنوريكم الشكل النهائي بتاعها. حطينا فعلا المكرونه وحطينا عليها الفراخ وبعدين حطينا الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين، بقى شكله مفرح جدا وجميل. واول لما بودي هيجي ياكل دلوقتي هنقلب له الطبق زي ما عملنا مع انس ويبقى جاهز ان هو ياكله.
جميل ان احنا نوعنا. طبق واحد حطينا فيه كل انواع الاكل اللي احنا هناكله النهارده، المكرونه، البروتين، الفراخ، كمان الفلفل الالوان اللي مليان فيتامين كتير جدا، ويعتبر كاننا بناكل سلطه لان فيها كذا نوع من انواع الخضار. مبسوطه جدا ان احنا عملنا النهارده عشان نوريكم افكار جديده ومختلفه للاكل بتاعنا اللي احنا بنعمل حاجه مش معتادين عليها، بنعمل حاجه جديده. اكيد لما نعملها بايدينا هتكون احسن بكتير. كمان لما نساعد ماما في اننا نقول لها ان احنا عايزين نعمل حاجه بايدينا او نشوف الحاجه دي بتتعمل ازاي، هتكون مبسوطه مننا. وكمان احنا لما نعملها بايدينا هنعرف قد ايه ان الحاجات دي مسليه واحنا بنعملها، فهناكل الطبق بتاعنا كله. انا كنت مبسوطه ان انس وبودي معايا النهارده وساعدوني طبعا في ان انا نعمل الاطباق بتاعتهم، مبسوطه منهم جدا. يا رب كل اللي احنا عملناه النهارده يا اصحابي يكون عجبكم في الاكلات الجميله، الاكله الجميله اللي كانت معانا النهارده. وعلى طول بعد ما نخلص فقرتنا دلوقتي تروحوا على طول لماما وتقولوا لها ان احنا عايزين نساعدك في المطبخ ونشتغل مع بعض ونشوف ازاي ممكن نعمل الاكل بتاعنا. خلصت فقره الكوكينج، دلوقتي هنسيبكم مع فقره تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطار. اصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقره ستوري. النهارده في الستوري نتكلم عن القرد الامين. القرد الامين ويعني ايه امانه، ودي شيء مهم جدا ان احنا نعرفه. ايه هي الامانه يا اصحابي؟ كتير مننا يمكن ما يعرفوش معنى الامانه. النهارده لازم نعرف كلنا يعني ايه امانه. امانه يعني لما نلاقي حاجه لازم نسال على صاحبها ونرجعها له. يعني احنا لو مش عارفين الحاجه اللي معانا دي بتاعت مين، تبقى دي امانه عندنا لحد ما نعرف صاحبها. لو لقينا فلوس في الشارع دي امانه، احنا مش عارفين صاحبها مين، بنسال لحد ما نعرف. طب لو معرفناش بنروح نوديها عند الناس اللي هي تقدر ان هي توصل لصاحب الفلوس دي. وحاجات كتير جدا. لو حد من اصحابنا ادانا مثلا القلم بتاعه وقال لي مثلا خلي القلم ده معاك، ده انا سايبهولك وهاخده منك بكره او هاخده منك بعد بكره او هاخده منك الاسبوع اللي جاي، ده كده بيديني امانه لازم احافظ عليها كويس جدا ونلازم ارجعها مره تانية لصاحبي ده. دي بقى حاجه هتكون في حياتنا عموما، دي صفه لازم تكون عندنا احنا. ربنا وصانا ان نكون عندنا صفه الامانه دي، ولازم ان احنا نعملها طبعا عشان نرضي ربنا وعشان دي هي الاخلاق المظبوطه والصحيحه. خلوني اتعرف على اصحابنا اللي معانا دلوقتي. اسمك ايه؟ مودي. مودي. وانت اسمك ايه؟ علي. علي. انا معايا مودي وعلي اصحابي اللي هيشاركوني في الستوري بتاعتنا النهارده. خلونا نبتدي على طول معاهم ونعرفهم ايه حكايه القرد الامين ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. القرد الامين اللي معانا صديقنا دلوقتي اللي احنا هنتكلم عنه، كان القرد دوت قرد رياضي، بيعمل رياضة، مارس رياضة وبيمارس تمرينات يومية. وأما الصبح عمل الرياضة بتاعته، مارس التمرينات بتاعته، بس بعديها حس بجوع وعطش شديد جدا. عمل ايه؟ راح بقى ومشي وقعد يدور على أكل وشرب عشان ياكل ويشرب. وهو ماشي كده وكان مقرب من جنب شط البحر، لقى عنقود مليان موز وشكله ايه؟ حلو جدا. اول ما شافه راح واخده على طول، نزل البحر وشاله بسرعة واخده وقعد يقاوم الموج لحد ما وصل للشط بسلام. اخد عنقود الموز وبقى معاه، وكان بقى ايه؟ خلاص حس ان هو بقى لقى الاكل بتاعه اللي ممكن ان هو ياكله. قعد بقى يبص كده لصوابع الموز الحلوة دي، شكلها حلو ولونها جميل. سمع بره حد بينادي، منادي معدي وبينادي بيقول يا أهل الغابة الكرام، اللي لقى عنقود موز يقول لي وليه الأجر والثواب. عمل ايه القرد؟ القرد طلع بسرعة من بيته وراح على المنادي وقال له العنقود دوت كان شكله ايه؟ ما هو احنا بقى مش اي حد يقول ان الحاجة دي بتاعتي نسيبها له، لازم نتأكد اذا كانت الحاجة دي بتاعته ولا لأ. قال له بقى العنقود الموز ده كان شكله ايه؟ قال له ده كان عنقود بشاير لونه جميل ولسه مقطوف جديد، وده كان بتاع القردة الكبيرة صاحبة البستان، وكانت قالت لي اجيبه عشان تديه لبنتها الجميلة شيتا. قعد يفكر القرد وقال له، طبعا القرد ذكي عايز يعرف اذا كان الموز ده بتاعه ولا لا، فسأله وقال له ايه؟ طيب العنقود ده ازاي وصل هنا والبستان بعيد؟
راح المنادي قال له انا كنت شايله على ايدي، فجت ريح شديده جدا جدا راحت موقع عيني، فعنقود الموز اتدحرج مني ووقع في البحر، والموج هو اللي شاله من مكان للتاني. فكر القرد، لقى ان كلامه صح ومنطقي، راح القرد داخل جايب عنقود الموز واداه للمنادي وهو مرتاح جدا ونفسيته كانت مرضية جدا، وبدأ ان هو يخرج مرة تانية عشان يدور على اكل عشان ياكل ويشرب. وفضل ماشي لحد ما راح ناحية البستان، وهو كان عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه خير من اللي كان معاه قبل كده، لان اللي كان قبل كده ده كان بتاع حد مش بتاعه. فضل ماشي لحد ما وصل قرب البستان، لحد ما حارس البستان شافه. افتكر ان هو هيعمل تمرينات رياضية، لكن القرد قال له، الحارس قال له ممكن تيجي معايا عند سيدة البستان القردة الكبيرة عشان تعلم بنتها دروس في التربية الرياضية. راح معاه الخادم، أخد القرد وراح ووداه عند القردة الكبيرة، وقال لها ان القرد ده امين وده اللي لقى عنقود الموز. فطبعا القردة الكبيرة حيته على الامانة بتاعته وطلبت منه ان هو يعيش في البستان دوت وان هو يكون من ضمن افراد البستان. وفعلا القرد عاش في البستان وعلم بنتها الجميلة شيتا الدروس، دروس التربية الرياضية، وبقى لاقي مكان يقعد فيه وكمان اكل وشرب ياكلوا ويشربوا. وحس طبعا ان في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى وقف جنبه بسبب ان هو رد الامانه اللي لقاها وعمل تصرف سليم زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا. خلصنا الحكايه بتاعتنا، حكايه القرد الامين، اتعلمنا منها ايه هو معنى الامانه، ازاي كلنا يكون عندنا الصفه دي. اعتقد ان مودي عجبته الحكايه بتاعتنا، صح يا مودي؟ بسط. مين بيحكي لك حواديت يا مودي؟ الشلة بالي. مين اللي بيحكي لك الحدوته، ماما ولا بابا؟ بابا بيحكي لمودي الحدوته. وانت يا علي مين بيحكي لك الحدوته؟ ماما هي اللي بتحكي لعلي الحدوته. احنا كمان يا اصحابي اكيد عندنا بابا وماما بيحكوا لنا الحدوته، ممكن حد من اخواتنا الكبار، ممكن تيتا او جدو او كمان الميس بتاعتنا. اكيد كل الناس اللي احنا بنحبهم بيبقوا عايزين يحكوا لنا حواديت ويعرفونا كمان حاجات مهمه جدا من الحواديت دي. خلصنا معاكم الحدوته بتاعتنا القرد الامين. كنت مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده مع مودي ومع علي. قبل ما اسيبكم مودي وعلي اقول لكم باي باي. باي باي، قول باي باي. باي باي. اصحابي خلصت كل الفقرات اللي كانت معانا النهارده، يا رب فقراتنا كلها تكون عجبتكم. كل يوم بيكون معانا فقرات جديده. بفكركم اللي عنده فقرات عايز يشوفها او اللي عايز مننا ان احنا نتكلم عن موضوع معين يبعت لنا على طول على البيج بتاعتنا بتاعت البرنامج. اكيد هنشوف كل ارائكم وهننفذها على طول وهنجيب لكم كل اللي انتوا بتحبوه. كل يوم بيكون معانا فقرات جديده. تابعونا كل يوم وشقاوتنا شقاوة شطار.